السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي وحياكم الله. الموضوع اللي بغيت نتكلم فيه هو واحد الظاهرة لاحظناها في المناطق اللي وقعت فيها اللي وقع فيها الزلزال، مناطق ديال الأطلس اللي وقع فيها الزلزال. دوك اليتامى، يعني بدات كتروج بعض الإشاعات على دوك اليتامى. كاين اللي باغي يتبناهم، كاين اللي باغي يقولك بغيت بنيته، كاين اللي باغي يقولك بغيت نتبنى هذا الولد، كاين اللي وصلت الدرجه انهم تيقلبوا على يتامى باغيين يتزوجوا بهم، يعني نشوفوا يتيمات نتزوجوا بهم. هاد الناس هادو، هاد الامراض النفوس هادو تنقولوا لهم بان هادوك راهم ابناء الدوله المغربيه، والتبني عنده قوانين التكفل. ما التبني في الدين ديالنا راه حرام، يعني الكفاله. هما اصلا عندهم والديهم واخا ماتوا عندهم يعني بالحاله المدنيه وبكل شيء، راه اولاد الاباء ديالهم، ودعوهم لابائهم. انا كنهضر على التكفل. هذاك الشيء عنده قوانين، ماشي عشوائي. ماشي اللي بان لي شي وليد ولا شي بنيته وسط الركام وما عندهاش، ماتوا ليها والديها كلهم، راه انت غادي تمشي لاله تمشي تهزيها وتبنيها. بحال واحد التعليق في القناه ديال الاخ الخزان، تحيه ليهم. هذوك هو الناس اللي كانوا معاه، تبارك الله عليهم. كاين الاخ ماركو، كاين السيد اللي كان صايق بهم، مشات ليا السميه ديالو. تحيه ليهم. راه مقطعوا شي مسافات اللي انا تبعت الفيديوهات ديالهم، اللي واحد الطريق خطيره، يعني مغامرات، كانوا هزات ارتداديه في الوقت اللي هما كاينين، اللي باتوا تما بالليل. ما يمكنش هاد الناس نقولوا لهم نتوما غاديين تصوروا. ماشي مشكل، صورتوا لينا هذاك الشيء، راه نتوما اولا من دوك القنوات الفضائيه. كاينه الجزيره، كاينه العربيه، كاينه قنوات ديال برا اللي كيحاولوا يزوميو غير على البلايص الخايبين. مثلا بحال ديك القناه ديال بي بي سي اللي تبارك الله ما شاء الله شي مغاربه تعرضوا ليها وحبسوها، لان كانوا تيفرقوا في الحوايج وهما بحال كيتخاطفوا على الحوايج، بغاو يصوروا ديك اللقطه وتعرضوا ليها شي شباب مغاربه يهضروا باللغه الانجليزيه مزيان، وقالوا لهم هاد الناس فقدوا كل ما يملكون، ما بقات لهم غير كرامتهم. اذا حافظوا لهم على كرامتهم الله يخليكم، وحبسوا ستوبي هنا. كاينين مغاربه واعيين بالمعقول. اذا هذاك الشيء راه ماشي عشوائي. واحد السيده في القناه ديال الخزان، في واحد الفيديو ديالو اشنو كاتبه ليه، انا تنظن هذيك من الاعداء ديال الخزان باغا طيحوا في البياج. انا كنقول لك رد بالك الخزان، لا دوك التعاليق عندك طيح في البياج، وانا تنظن هو ذكي ما دارش به. انا شي حد باغي يطيحوا في البياج من الاعداء، حنا تنعرفوا هذا اليوتيوبر شي عنده شي كيقني لشي وشي كيقني الفخاخ لشي. كاتبه لي عافاك شوف لي كاينه شي بنيه تما بغيت نتبناها. العلامه الخزان هو المسؤول على هذوك راه ولاد المغرب. واش هذوك شي عشوائي؟ اش كتسحبهم قطوطه؟ اش كتسحبهم حيوانات؟ اش كتسحبهم شي قطه ولدات وغنفرقوا الوليدات ديالها؟ هذوك راه ولاد الدوله المغربيه. الناس اللي كتكتبوا تعاليق سواء عن حسن نيه سواء باغيين غير توضعوا هذاك السيد فخ. المهم هذه هي الملاحظه اللي تات الانتباه ديالي، وبغيت داكشي علاش درت هذا الفيديو هذا، رغم اني شحال هذا ما تكلمت في هذه القناه ديالي، ما حطيت شي فيديو. مره اخرى يعني باش نختم به هذا الفيديو هذا، يعني الرحمه للشهداء والشفاء للجرحى، وعزاؤنا ومصابنا واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.